السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق يا جماعة. عزيزي ومشاهدين قناة الإسلامية المتميز للأرانب والأعلاف، لو أنت مهتم معانا ما تنساش الاشتراك في القناة، فعل زر الجرس لو أنت مهتم في تربية ومجال الأرانب في مصر. النهاردة أعلمكم فكرة جديدة ومهمة جدا جدا بالنسبة للمبتدئين. يلا معانا كده يا شباب وما تروحش بعيد، ويا ريت بطلوا بخل بقى يا جماعة، وما تنسوش اللايك لاخوكم. دعم اخوكم يفيدني جدا الفترة دي بالذات. ويلا ما تروحش بعيد عشان برضو ما نطلعش من الحلقة ديت، والحلقة دي مهمة، وتابعونا واسمعوا الكلام ده كويس هتهتموا. شباب زي ما انتوا شايفين الام كده هي بتنتف وشايله الشعر ببقها، ودي الحياه الطبيعيه بتاعه الارنب زي ما انتوا شايفين، حاجه بسم الله ما شاء الله. ودي طبعا مش موضوعنا يا جماعه. موضوع حلقتنا النهارده يا جماعه بيتكلم عن الخلفه والتبني مع الامهات، وازاي نتفادى مشاكل موت الخلفه في اول الولاده. بمعنى يا جماعه ان الام بتولد مثلا عدد كبير، وفي امهات برضو بتولد عدد متوسط، مش كل الامهات هتجيب عدد واحد طبعا. تعال نخش داخل بيت الولد كده يا جماعه، نلقي نظره. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الخلفة دي حاجة بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين لسه عمر 3 ايام او يومين اهوت يا جماعة. دي طبعا كانت والدة 10، دي اصبح نصيبنا معاها كام؟ 3 و3 6 7 يا جماعة. عملنا التبني طبعا مع الام اللي هتشوفوها حضراتكم دي الام يا جماعة اللي احنا زودنا لها، كانت والدة 4 فقط، وزودنا لها برضو عدد خلفة. واهم حاجة من كل دي نظام الشغل. اللي اهم من الشغل نظافة الشغل زي بيت الولادة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، دي الأم اللي احنا زودنا لها عدد خلفة. زي ما انتوا شايفين هي كانت جايبة الأربعة اللي هم دول الأربعة، والاتنين دول اللي زودناهم من أم تانية، لأن في عملنا عمليات تبني تانية وزودنا الأمهات. أنا طبعا يا جماعة ما بحطش قش، بس أهم حاجة الكرتونة اللي تحت، واحنا طبعا داخلين على الصيف بإذن الله، يبقى موسم سعيد. هو دي الموسم اللي هنقضيه بالصيف الجاي بإذن الله. تعال نتفرج نظرة برضو تانية على الأمهات. طبعا دي ام تانية اهيت يا جماعة، ولد اكبر برضو كنت عامل معاها عملية تبني. زي ما انتوا شايفين الخلفة كلها واحد، واكمنها حرانة يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده الخلفة حرانة، وطبعا مفارقين بعض زي ما انتوا شايفين كده، ونكشين الشعر على جنب. مفيش اي مشكلة طبعا. الخلفة شبعانة، وكده كده لسه مستنيين الرضاعة الجاية. هنرضع ونشوف لكم النتيجة هتبقى عاملة ازاي. الاهم من الشغل زي ما احنا كلمت حضراتكم نظافة الصندوق يا جماعة. طبعا الخلفة جعانة ولسه هنرضع. اوريكم الفرق بعد الرضاعة عامل ازاي. الخلفة زي ما انتم شايفين كده كده. طبعا الامهات كانت جايبة عدد خلفة كبير، فوزعنا الخلفة مع الامهات التانية عشان برضو نوريكم النتيجة بعد الرضاعة عاملة ازاي، وطبعا نتفادى موت الخلفة. دي كان رضع قليل، بس المرة دي شايفين يا جماعة النهاردة تاني يوم. دي كان رضع قليل، والمرة دي هوريلكم حاجة فيه رهيبة جدا، هوريلكم هيبقى عامل ازاي. طبعا هو دي فيديو حلقتنا النهاردة يا جماعة اللي بيتكلم عن التبني، انك تتفادى مشاكل الموت، بالذات الخلفة الضعيفة اللي هي نازلة في يوم الولادة، بتبقى نازلة ضعيفة، انك تقدر تتحكم بسرعة انك تتفادى الموضوع. كل ما زاد عدد الأجنة أكتر، كل ما زاد ربح في جيبك أكتر. وأهم حاجة الاهتمام بالموضوع. حابب هتشتغل وهيبقى كويس وهتبقى ربنا صلح حالك. مش حابب يبقى ما تدنش في ملطة ولا تحط ايدك في المشروع ده، لأن المشروع دي للحابين مش للفاشلين يا جماعة. وهي دي قصة فيديو حلقتنا النهاردة، واستنوا بتاع الرضاعة الحبيسة ان شاء الله، اعرضها لكم في فيديو تاني واوريكم الاحجام بقت عاملة ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لاخوكم اللايك.